السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم غادي نشارك معكم الدواز تاعي. هاد لي كاليط هادو اللي كيجيو بنان وهشاش وكيوجدوا دغيا دغيا، ما كياخذوناش بزاف ديال الوقت، ساهلين ماهلين حتى لاخر لحظه، وكنوضوا نوجدوهم دغيا دغيا وما فيهمش حتى المكونات، ما فيهمش المقادير بزاف، يعني مكونات بساط موجودين في كاع البيوت ديالنا. نط هكا كنديرهم، قلت راه نشاركهم مع البنات، مش شحال هادي ما حطيت معكم شي فيديو، قلت راه نشارك معاهم فيديو واخا غير قصير ماشي مشكل. المهم هنا حتى بديت كنخلط البنات، عاد قلت راه نصور. هنا درت 2 ديال البيضات، كاس ديال السكر سنيده، واحد 3 معالق كبار ديال الجنجلان اللي نقيته وحمرته وهرمشتهم. عندي برتقاله محكوكه كتعطي واحد المذاق خطير، واحد شويه ديال الملح غير لتصحيح الذوق وصافي. عندي هنا العسل، غادي نضيف معلقه كبيره ديال العسل كتعطي واحد المذاق زوين، كتعطي التعليكه وحتى اللون، كتعطي واحد اللون زوين. عندي هنا كاس ديال السكر ديال عفوا ديال الزيت، ونص كاس ديال البرتقال معصر. عندي 2 خمارات فئه 7 غرام. وبالنسبه للدقيق عندي هنا 500 غرام ديال الدقيق. المهم غادي نخلط هاد البيض والسكر سنيده حتى كيذوبوا مزيان، خلطوهم مزيان حتى كيذوبوا، وكلشي كيعرف يدير لي كاليط تقريبا، ولكن كل وحده وشنو كدير فيهم. وبالنسبه للمذاق كيختلف مذاق على اخر. المهم هاد المكونات اللي عطيتكم كيجي فيهم واحد المذاق غزال الصراحه، هذاك العسل مع البرتقال مع داك القشره ديال البرتقال اللي حطيناها، كيعطي واحد المذاق غزال وكيجيو هشاش وخفاف. المهم هنا كما قلت لكم غادي نخلط مزيان وغادي نزيد المكونات الاخرين. غادي نضيف الزيت، هذاك العصير ديال البرتقال، العسل، وغادي نضيف الدقيق والخماره. هنا تحذف لي واحد المقطع البنات، المهم غير هذوك المقادير اللي درت ملي كنت كنخلطهم تحذف واحد المقطع ماشي مشكل. كتخلطوهم مزيان وكتضيفوا الدقيق حتى كتحصلوا على عجينه بحال هكا، ما كتكونش شي قاصحه بزاف وما تكونش شي خفيفه بزاف، المهم كتكون العجينه هي هذيك. هنا غادي ندير كويرات على هذا الشكل هذا، على هذا القياس كما كتشوفوا. المهم نتوما وقياسكم، بغيتو تكبروا بغيتو تصغروا داكشي كيبقى لكم. انا درتهم على هذا القياس هذا. غادي نكور العجينه كامله وناخذهم هكا نبسطهم في يدي، وغادي ناخذ الصينيه ديال الفرن نستف فيها الحلوه ديالي كما كتشوفوا. خديت هذوك الكويرات بسطتهم شويه وستفتهم، ستفت الحلوه ديالي كامله. هنا خديت واحد الصفر ديال البيضه، زدت عليها قهوه سريعه الذوبان، وغادي ندهن الحلوه ديالي كامله كما كتشوفوا. بعد ما دهنت الحلوه خديت واحد الفرشيط عطيتهم هذا الشكل هكا من الفوق، كما كتعرفوا لي كاليط كيجيو هكا مشكلين من الفوق. غادي نسخن الفرن مزيان. انا عندي الفرن غير ديال الغاز، الا كان عندكم الفرن ديال الضو المهم كتسخنوا الفرن ديالكم مزيان. ديال الضو يمكن كديروه على 180 درجه، كيسخن مزيان الفران. وكندخل الحلوه ديالي كنقص لها من بعد ما كيكون سخن مزيان، كنقص لها ونخليها طيب على عافيه مهيله باش كطيب لينا من الداخل، ما كتجيش هكا معجنه من الداخل، كتجي طايبه على خاطرها. كما كتشوفوا من بعد ما طابت من الفرن كنخرجوها، كتجي على هذا الشكل هذا. كما قلت لكم دغيا دغيا كتوجد، ما كتاخذش معنا بزاف ديال الوقت، وكيجي واحد المذاق فيها زوين. بالنسبه للمده ديال الطهي المهم كتاخذ معنا واحد 20 دقيقه حتى ل 25 دقيقه وكتكون واجده. الفيديو ديالنا هو هذا ديال هذا النهار، كنشكركم على المتابعه، وإلا وصلتوا حتى لهنا ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم، هكا كتشجعوني اكثر. وما تنساوش الاشتراك في القناه بالضغط على الزر الاحمر، وتفعلوا لي هذاك الجرس، ضروري تفعلوا الا ما فعلتوش بحال ما درتو والو. كنشكركم على المتابعه، نتلاقاكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. مع السلامه.